احلى قعده الواحد ممكن يقعدها دلوقتي ان الواحد يقعد مع نفسه. هتقول لي يا يوسف طب هيقعد مع نفسه يعمل ايه؟ هيقعد مع نفسه علشان خاطر احنا محتاجين نغير حاجات كتير قوي قبل رمضان. وجيت افتح اشوف لسه قد ايه عن رمضان، لقيت ان لسه 15 يوم. فسالت نفسي سؤال تاني، طب هو ال 15 يوم دول هلحق ان انا اعمل حاجه فيهم؟ والصراحه اكيد يعني طب بذمتك انت ما اتفاجئت لما قلت لك ان رمضان بعد 15 يوم؟ حسيتك كده فجاه اللي هو 15 يوم ايه؟ انت بتقول ايه يا يوسف؟ صح. ولكن دي الحقيقه المره اللي انت لازم تعرفها. حلو، انا جاي اقول لك طبعا ان اللي بيستعد لرمضان قبل رمضان ده اللي بيستفيد اقصى استفاده من رمضان، غير اللي بياخد الصدمه فجاه، غير اللي هو مثلا يجي دلوقتي ويقول لك انا ان شاء الله هعمل في رمضان واحد اتنين تلاته. ده مختلف خالص عن اللي بيبدا من دلوقتي. هتقول لي ابدا من دلوقتي يا يوسف؟ طبعا هنبدا من دلوقتي. الامام الشافعي رحمه الله كان مقسم الليل بتاعه لثلاث اجزاء، كان جزء للعلم وجزء للنوم وجزء للصلاه، وكان بيختم القران يجي 60 ختمه في رمضان. وده مش استعراض ولكنه هو حب في اللي هو بيعمله. معظم الناس تصلي ركعتين يقول لك انا زهقت، ولكن هو كان بيحب الصلاه وعايش معاها والله. طب عندك الامام البخاري رحمه الله كان يقوم من نومه في الليله الواحده اكتر من 15 مره علشان يكتب حديث جه في باله. كان يقول لك انا خاف ان الفكره تضيع فالعلم يضيع. تخيل بقى الكسل عامل فينا ايه، وهم ما شاء الله ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله الشغف وحب الحاجه اللي هم بيعملوها موصلهم لفين. وبرضه عندنا ابن الجوزية رحمه الله كان بيقول رايت من الضائعين من يضيع وقته في غير طاعه الله ثم يندم عندما لا ينفع الندى. بعدها قال لنا اوعى تاجل، لان التاجيل ده هو السم حرفيا بتاع النجاح. واحنا مش مطالبين ان احنا نبقى زيهم ولا مطالبين ان احنا نعمل معجزات في رمضان، بس الواحد مطالب منه ان هو يحاول. الواحد مطالب منه ان هو يكون عنده صدق النيه. صدق النيه دي مهمه قوي والله. صدق النيه دي هي اللي هتخليك تعيش رمضان، هي اللي هتخليك بص تجيب اقصى ما عندك في رمضان. ليه احنا دايما مثلا نيجي في رمضان اللي هو انا بجيب اقصى ما عندي في اول 10 ايام وبعد كده مستواي في رمضان بينزل تاني؟ لازم نبدا قبل رمضان بقى. اول حاجه هنعملها دلوقتي ان انا لازم انظف قلبي، ان انا اسامح اي واحد زعلني، اسامح اي واحد اذاني، مش علشانه والله ولكن علشان ربنا سبحانه وتعالى. فمن عفا واصلح فاجره على الله. انت بتسامح علشان خاطر ربنا سبحانه وتعالى، انت عاوز الاجر ولكن انت مش عاوز من الشخص ده حاجه، وانك تتخلص من الحقد اللي جوه قلبك. انا عايزك خلاص فضي قلبك. تاني حاجه جهز وقتك، يعني نظم يومك من دلوقتي علشان لما تيجي تدخل رمضان تلاقي يومك جاهز كده. ما يجيش بقى من اول رمضان وتقول بقى ده انا ان شاء الله هبدا بروتين معين في اول رمضان، هيبقى صعب عليك قوي، ممكن ما تعملش اللي انت عايز تعمله، فهتلاقي نفسك احبطت من البدايه كده. فاحنا عايزين ان احنا نبدا من دلوقتي. ثالث حاجه بقى انا عاوزك تقرب من القران من دلوقتي. حاول بقدر الامكان ان انت تخلي عندك ورد كل يوم. طب ورد ازاي يا يوسف؟ طب اعمل ايه؟ انا مش بطلب منك انك تختم القران دلوقتي يعني، ولكن انا بطلب منك ان انت لو كل يوم بالليل مثلا تقرا سوره الواقعه، او مثلا في اليوم تقرا سوره البقره. وقبل كده انا قلت لك ازاي تقسم سوره البقره على يومك. اول 100 ايه، تاني 100 ايه، اخر 86 ايه. هتلاقي الموضوع لذيذ جدا وجميل جدا. هتلاقي بركه في يومك وهتلاقي بركه في حياتك حرفيا، وحياتك هتتغير. بس انت لازم تبدا دلوقتي بورد القران. وعلى فكره انت ممكن تعمل حاجه كويسه قوي، ان انت مثلا ورد القران بتاعك اللي هتبداه من دلوقتي ان انت مثلا بعد كل صلاه، انا صليت مثلا الفجر فاقرا صفحتين من سوره البقره، مثلا بعد صلاه الظهر كمان صفحتين بعد الصلاه، بعد العصر، وهكذا وهكذا وهكذا. حاول تحافظ على الروتين ده، هيفرق معاك قوي في رمضان والله. رابع حاجه بقى واللي انت مستنيني ان انا اكلمك عليها، وهي المذاكرة في رمضان. احنا كلنا واخدين فيدباك كده عن رمضان ان الواحد الانتاجية بتاعته بتبقى قليلة جدا وببقى كسلان في رمضان، ان انا بالنهار اقول اصل انا صايم وبعد الفطار اصل انا لسه واكل وهكذا. يعني الكلمة الشهيرة اللي كلنا كنا بنقولها وكلنا كنا بنعمل بيها. يعني انت اللي حاطط في دماغك ان انا هبقى مش قادر ان انا اذاكر في رمضان، ولكن والله العظيم احلى مذاكرة رمضان. لما كنت بتفرج على مسلسلات لسه وكلام من ده، انا ساعتها ما كنتش مدرك ان المسلسلات دي بتضيع لي يوم، ما كنتش مدرك ان انا وقت بيضيع وان انا وقتي ده غالي قوي، ما كنتش مدرك ان رمضان ده الواحد بيستناه من السنه للسنه علشان خاطر ان هو ينظف قلبه ويقدر ان هو يكون انسان تاني خالص. المسلسلات حاول انك تمنعها في رمضان ده علشان خاطري. حاول تغير مكان مذاكرتك وانت صايم، بمعنى اصح ما تقعدش على المكتب زي ما انا قاعد على المكتب كده دلوقتي. خد نفسك ووقف في البلكونه، اعمل اي حاجه، ابعد التليفون عنك وحاول انك تقعد تقرا حتى. بس يا عم خلي النهار للقراءه، خلي النهار لمجرد انك بتعدي عينك بس على الكونتنت اللي انت بتذاكره. هنيجي مثلا بعد الفطار، احنا فطرنا، ما تذاكرش اي حاجه يا عم لحد صلاه العشاء وصلاه التراويح. صلي العشاء وصلي التراويح براحتك. تعالى بعد التراويح بقى بعد اذنك افتح كتبك بقى وتعالى اقعد. انت دلوقتي انسان فاطر، تعرف تعمل كوبايه القهوه الجميله وتعرف تقعد تذاكر بقى. عندكش حجه والله، ما عندك حجه، تقعد تذاكر، تبعد بقى التليفون عنك خالص علشان خاطر انت تلاقيني قاعد اقول لك مسلسلات وتليفون. انا لو بعدت الاثنين دول عني والله العظيم هتوصل لليفل تاني خالص. انا بقول لك من دلوقتي، بس انت لازم يكون عندك النيه لحاجه زي كده من دلوقتي. ربنا لما بيشوف صدق النيه جواك فحرفيا هيوفقك في رمضان والله العظيم. هتلاقي ربنا مبارك لك في مذاكرتك، هتلاقي ربنا مبارك لك في وقتك وهكذا.
المهم انت هتذاكر من بعد التراويح وهتفضل تذاكر مثلا خلينا لحد الفجر، بعد كده صلي الفجر، اتسحر وصلي الفجر ونام. انا لسه كنت بقول لك من شويه ان الامام الشافعي بينام 4 ساعات بالظبط، 4 ساعات وكان بيبقى فايق والدنيا جميله يعني، انت فاهم؟ فربنا بيوفق، حتى لو انت نمت ال4 ساعات اللي انت نمتهم بعد الفجر دول فانت هتلاقي ربنا هيوفقك والدنيا هتبقى لطيفه خالص يعني، ما تقلقش. كل واحد طريقه مذاكرته بتختلف عن التاني، كل واحد نظامه بيختلف عن التاني، ولكن انا بقول لك من دلوقتي حاول انك تعمل نظام علشان خاطر تقدر تمشي عليه في رمضان، وامشي عليه من دلوقتي لحد رمضان، قدامك 15 يوم ان شاء الله هتكون اتقنت الطريقه اللي انت عاوز تذاكر بيها، فهتيجي في رمضان هتلاقي نفسك موفق جدا ان شاء الله. لو انت وصلت هنا اعرف ان الفيديو ده ممكن يكون اشاره ليك، انا قعدت باخد اي حاجه في حياتي اشاره، لو لقيت رساله جايه لي على التليفون كده باخدها اشاره من ربنا ليا. اتمنى ان شاء الله ان ربنا يجعل رمضان ده مختلف عن اي رمضان مرينا بيه قبل كده، ان هو يجعلنا ان شاء الله من المقبولين ومن عتقائه من النار ان شاء الله باذن الله. بس انا مبسوط والله ان انا عملت الفيديو ده، وان انا عملت فيديو من الفيديوهات اللي انا بتكلم فيها براحتي وان انا بقول اللي جوايا يعني. بس يلا سلام.